أهلا بيكم في قناتنا. النهاردة بنكمل حكاية المقاتل لو، وفي أول مشهد النهاردة بنلاقي لو بيهرب من التنين وهي مش عارفة تمسكه، ولكنها بتنزل على مبنى وبتشرخ العواميد بتاعته، فلو بيدمر العواميد كلها وبيخلي المبنى يقع على باقي الوحوش، ولكن التنين المعدني بتفضل تحاول تمسكه وهو بيفلت منها كل مرة، وبيقرر إنه لازم يطير جوه السحاب علشان يقدر يهرب منها من غير ما تجري وراه، ولكنه بينسى إن السحب مليانة وحوش بتطير، وبدل ما يكون بيواجه التنين بقى مضطر يواجه 5 نسور ذهبية. فهو بيفكر في خطة علشان يضرب عصفورين بحجر واحد، وبيحدد الوقت المناسب وبينزل من وسط السحاب وبيكشف نفسه للتنين، وهي بتهجم عليه وهو بيفلت في آخر لحظة، والتنين بتهجم على النسور بدل من لو وبتقضي عليهم. بعد كده التنين بتفضل تطارد لو وهو بيحاول يستخبى في المباني، بس هي بتفضل تدمرهم حواليه، فلو بيقرر يهرب من محطات المترو علشان بيفكر ان التنين اكبر من انها تعدي منهم. ولما بنرجع لمقاتلين الحرب بنلاقيهم بيتكلموا عن المقاتل اللي سرق بيضة التنين، وبيقولوا انه اكيد شخص بقوة مقاتلين الحرب علشان يكون قادر يعمل حاجة زي دي. في نفس الوقت بنلاقي لو عرف يهرب فعلا من نفق المترو، ولكنه لما بيخرج بيلاقي حراس البوليس واعضاء فريق الهوية مستنيينه وبيستعدوا للهجوم عليه. ولما لو بيطلب من الحراس انهم ما يتدخلوش في المعركة دي علشان هم مش طرف في العداوة بينه وبين الهوية، ممثل عائلة البوليس بيقول له انه احرجه المرة اللي فاتت وانه ما يقدرش يسمح له يعيش بعد ما خلى شكله وحش، وكمان بيضيف انه بيحب يقتل المقاتلين ويجمع جماجمهم علشان هم مش بيحبوا حد يبقى احسن منهم. ولو في اللحظة دي بيستنتج ان لو سرق حاجة من التنين، ولو بيأكد كلامه وبيقول له انه معاه البيضة. فقائد الهوية بيقترح على البوليس انهم يقتلوا لو مع بعض ويقسموا البيضة بينهم، وفي اللحظة دي لو بيحدف البيضة في الهواء وقائد الهوية بيجري علشان يمسكها، ولما بيلقطها كريم بيهجم عليه وبيقتله وبياخد منه البيضة، ولو بيستخدم قدرته وبيحرك سيوفه عن بعد وبيقتل كريم. وفي نفس الوقت بنلاقي لو بيضرب لو اللي بيحاول يحرك سكاكين من بعد علشان يقتل لو وهو مش واخد باله، بس لو بيلاحظ وبيلقط السكاكين قبل ما تقتله، فلو بيستغل تشتت انتباه لو وبيحرك سيوفه من اتجاه تاني وبيقتل لو. بعد كده لو بيمشي وبيقول لممثل البوليس انه مش هيقتله علشان هو عمره ما كان طرف من الحوار ده، ولكن الممثل بيتعصب وبيهجم على لو، فلو بيضطر يستخدم قدرته ويعوره بسيفه في رجله، وبيقول له ان الوحوش اكيد سمعوا المعركة وانهم اكيد في طريقهم ليهم. ولما لو بيمشي وحش من فصيلة الاسود بيظهر ورا ممثل العيلة المصاب. في نفس الوقت قائد عائلة البوليس بيجيله اخطار ان حراس ابنه ماتوا، وبيتعصب وبيأمر المساعد بتاعه انه يبعت مقاتل حرب لابنه علشان ينقذه، ولكن مساعده بيقول له ان مفيش حد متاح خارج قصر مقاتلين الحرب. فمرات قائد العيلة بتأمره يدور على حد متاح من جوه القصر وبتديه التصريح المناسب. ولما بنرجع للو بنلاقيه بيفكر في اللي عمله وبيحس انه في مشكلة علشان ما يقدرش يثبت انه قتل كل المقاتلين دول دفاع عن النفس. ولما بنرجع لقائد البوليس بنلاقيه هو ومراته مع مقاتلين الحرب في مسرح جريمة لو، وبيقولوا ان الوحوش قتلوا ابنهم، ولكن اللي قتل الباقي هو اكيد مقاتل روحي قوي، وبيخمنوا ان المقاتل الروحي ده مش كاشف عن كامل قوته. بعد كده بنشوف نينا بلوسن مامة الممثل اللي لو تسبب في موته بتعلن مكافأة $1 مليار للي يدي معلومة مفيدة عن اللي قتل ابنها، وبنلاقي ان خبر المكافأة ده بينتشر بسرعة جدا. ولما بنرجع للو بنلاقيه بيداوي جراحه في مبنى مهجور في المدينة 003، وبنكتشف انه عمال يحلم بكوابيس عن عائلة البوليسن وهم بيمسكوه وبيقتلوه. ولما جاو فانج بيكلمه وبيسأله عن مكانه لو بيشك فيه، ولكن الكابتن بيقدر يطمنه وبيفكروا ان كل اعضاء فريق مطرقة النار عبارة عن اخوات وانهم استحالة يخونوا بعض. بعد كده لو بيتصل بجو جينج وبيقول لها انه في مهمة لوحده وانه مكتئب، فجو جينج بتحاول تخفف عنه، والاتنين بيتكلموا فترة طويلة. وبعد المكالمة لو بيقول لنفسه ان جو جينج هتوحشه لو اتقبض عليه. وتاني يوم بنلاقي لو بقى احسن، وكمان بيبدأ يتدرب على تطوير قوته الرعدية على مجموعة من وحوش البقر، وبيحس انه بيتحسن وبيتبسط وبيقرر يرجع بيته. بعد كده بنلاقي لو رجع لبيته وبيقرر انه ما ينفعش يقول لحد على اللي حصل حتى اخوه. ولما بيرجع لمركز التدريب بيقرر يسجل تقدمه كمقاتل علشان محدش يشك فيه، وبياخد العلاوة بتاعته وبيشتري كتاب جديد من سلسلة كتب المهارات الرعدية، وبيدور على طريقة علشان يتبرع ببيضة التنين من غير ما حد يعرف انه هو المصدر، وبيتفق مع حد من السوق السوداء انه ياخد منه البيضة ويتبرع بيها بداله. ولما بيجي يمشي اخوه بيشوفه وهو بيشيل البيضة في شنطته، وفي نفس الوقت بيجيله رسالة من اهل البنت اللي بيحبها وبيطلبوا منه يسيب بنتهم في حالها.
ولما لو بيوصل لأكبر مدينة في الأمة علشان يوصل البيضة، بيجيله رسالة من مامته إنه لازم يرجع حالا علشان أخوه وقع في البحيرة بالكرسي المتحرك بتاعه، وبيبلغوه إن جاين كي كان عند البحيرة وإنه هو اللي أنقذه. فلو بيقرر إنه لازم يلاقي طريقة علشان يشتري مياه الحياة علشان يساعد أخوه يمشي تاني. بعد كده لو بيقابل الراجل اللي لقاه من السوق السوداء، واللي بيبقى متحمس إنه هيشتري بيضة تنين حي، وبيدفع للو 5 مليار دولار. وبيستغرب لما بيلاقي حساب له عليه حراسة مشددة، بس بيوعده إنه مش هيقول لحد على عملية البيع دي. ولما لو بيبقى في طريقه للبيت، في بنت بتوقفه وبتسأله لو هو لو فانج، ولما هو بيأكد هويته، البنت بتديه جواب عشان يديه لأخوه وبتقوله إنها بتحب أخوه. وفي البيت لو بيلاقي أخوه مكتئب علشان بيحس إن إعاقته هتمنعه من الحب، ولكن لو بيتعصب من كلامه وبيضربه، وبعد كده بيحضنه وبيديله الجواب بتاع البنت، واللي بتكون كاتبة فيه إنها هي كمان بتحبه، وإنها مش هتستسلم ولا هتتخلى عن حبها أبدا. بعد كده لو بيقول لأخوه على مياه الحياة، وبيوريه المليارات بتاعته، وبيوعده إنه هيجيب له المياه دي. في نفس الوقت لما بنرجع لقائد عائلة البوليسن، بنلاقي المساعد بتاعه بيوريه كل المشتبه فيهم في قتل ابنه، ولكن مراته نينا بتقوله إن اللي قتل ابنهم ما كانش بيخطط لقتله علشان مسرح الجريمة كان فوضوي، وإنه أكيد مش من قائمة المشتبه بيهم دول. فالقائد بيقول للمساعد بتاعه إنه يحقق في كل اسم على القائمة بتاعته، وكمان يوسع القائمة ويشوف مشتبه فيهم تانيين غير متوقعين. ولما بنرجع للو بنلاقيه بيتدرب مع وو، واللي بيكون مبهور بتقدم وتطور لو في فترة قصيرة. وبنلاقي لو بيفكر إنه لو استخدم قدرته الروحية هيبقى أقوى بكتير، وبيخمن إنه ممكن دلوقتي يواجه مقاتل حرب. وبعد ما لو بيمشي، وو بيتصل بحد وبيطلب مدرب خاص للو علشان هو محتاج حد أقوى وأمهر منه. بعد كده بنشوف لو بيتكلم عن برنامج القوس، واللي كان عبارة عن برنامج بيحاول يلاقي كوكب تاني قابل للمعيشة في المجرة علشان البشر ينقلوا عليه، ولكنه توقف لأن الوحوش دمرت الأقواس قبل ما البرنامج يبدأ حتى. بعد كده بنشوف ممثل برنامج تدريب المقاتلين الأساسي والرئيس بتاع البرنامج لوي يانج وزاو بيتقابلوا، وبنلاقيهم بيتكلموا عن تقدم لو. ولما بنرجع للو بنلاقيه مع باقي أعضاء فريق مطرقة النار، وبيقولوا له إن مركز التدريب الأساسي طلب إن لو يروح لهم في بعثة تدريب خاصة. وفي الأول لو بيتحمس للفرصة دي، بس لما بيعرف إنه لو مشي من الفريق كلهم هيضطروا يتقاعدوا علشان الفريق هيكون ناقص 2، هو وجين كي. لو بيحس إنه قدامه قرار صعب، وفي اللحظة دي كل الفريق بيجيله رسالة بعملية إنقاذ عاجلة وكلهم بينطلقوا. ولما بنرجع لزاو والوي يانج بنلاقيهم بيكلموا عن لو، وبيقرروا إن مستواه بيجبرهم إنهم يوفروا له تدريب أقوى. وفي اللحظة دي بيعرفوا إن عيلة وانج طالبة مقاتل قوي علشان يشتغل معاهم، والوي يانج بيقرر يروح مهمة لو الحالية علشان يرجعوا معاه وينقلوا لخدمة عيلة وانج. وفي المهمة العاجلة بنلاقي لو تولى مهمة التخلص من الوحوش، وباقي الفريق بيركزوا على استخراج الضحايا. ولما وحش عملاق من فصيلة الدببة الصخرية بيهجم عليهم، لو بيستخدم كل المهارات الرعدية اللي اتعلمها علشان يوقفه، ولكن للأسف وحوش تانية بتنضم للمعركة. ولما بنرجع للوي يانج بنلاقيه بينط من طيارته في وسط المعركة دي، وبينزل وسط الوحوش وبيقتلهم كلهم بحركة واحدة. وطبعا لو باقي فريقه بينبهروا، ولما كمان بيقضي على الوحش الدبي الصخري بضربة تانية، لو بيتسأل لو الراجل ده من مقاتلين الحرب. بعد كده لو بيتعرف على الوي يانج وبيعرف انه فعلا مقاتل حرب. ولما بيتعرض عليه المركز الجديد، لو بيتردد علشان بيقلق على مصير باقي فريقه، ولكن كابتن جاو بيقول له انه لازم يقبل علشان هو بالمهارة اللي تسمح له انه يوصل لمراكز عليا في البلد. بعد كده بنشوف لو مع زاو والوي يانج، وبنعرف انه هيدخل برنامج تدريبي نادر للمتميزين، وانه محدش سمع عنه قبل كده علشان البرنامج ده مش بيدخله غير شخص واحد كل 5 سنين، وان المدربين فيه بيبقوا عبارة عن مقاتلين حرب، وان رعد وهوانج اقوى مقاتلين على وجه الارض يبقوا من المدربين دول. يا رب يكون الفيلم عجبكم، وما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك وسبسكرايب للقناة علشان ما يفوتكوش فيديوهاتنا.